امتلك أذنا موسيقية فحول معزوفات بيتهوفن إلى واقع على العشب الأخضر وكان أشبه بمايسترو. عشق الرسم وما كان يقوم به بيغاسو بريشته حوله إلى مهارات ومراوغات بيسراه. بميلاد موهبته أشرقت شمس الأرجنتين من جديد، ومنذ رحيله عن روزاريو كانت صورته وما زالت لوحة تزينت بها المدينة. في برشلونة تغير كل شيء بقدومه، ومع باريس ازدادت أنوار العاصمة بريقا ولمعانا، وما بين القارتين قصة تروى فصولها عند أقدامه. ميسي يتوج رسميا بجائزة ذا بيست كما كان متوقعا منذ معانقة ذهب المونديال. يغازل ذهب الكؤوس وبريق الإنجازات. يقال عادة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، ومع ميسي كل قديم يعاد تماما كما تكررت هذه الصورة وهو يعتلي المنصات. بين العين والنظرة في عالم كرة القدم طبقة عليا من التألق وجدت خصيصا لأساطير اللعبة، وميسي واحد من هذه الأساطير. وميسي لم يبلغها تدرجا، بل ولد ليكون الأفضل في العالم. أعوام عديدة كلما ذكرت فيها كلمة الأفضل كان لها ليو مجاورا ومرادفا. عطاؤه لم يكن مقتصرا على موسم أو اثنين، بل أعوام لم ينقطع فيها سحر البرغوث. تعددت السنوات وتغيرت القمصان والبطولات، فظل ثابتا يؤكد مع كل لمسة للكرة أنه نسخة متجددة من الإبداع والإمتاع الكروي. الهداف التاريخي للدوريات الخمسة الكبرى برصيد 700 هدف. سرد إنجازاته وبطولاته وعدد أهدافه وأرقامه القياسية ليس بجديد على أحد، كيف لا وهو الذي اختلفت فيه المسميات وبقي المعنى موحدا. ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني. مع الكرة في الميدان كالقاتل الذي يراقص موتاه، وتمريراته الخادعة علم يدرس. 17 عاما مع البارسا أحرز فيها ميسي 35 لقبا، أبرزها 4 كؤوس في دوري أبطال أوروبا و10 تتويجات بالدوري الإسباني. بين تتويج ميسي وما أشارت إليه عدة تقارير. حديث عن ظلم النجم الفرنسي كريم بنزيما في هذا التتويج وأحقيته في الظفر بالجائزة بعد الموسم الاستثنائي الذي قاد فيه ريال مدريد للأمجاد المحلية والقارية، مقارنة بتألق ميسي في بطولة واحدة وإن كانت الأفضل على الإطلاق. ليعود الجدل من جديد حول كواليس استبعاد بنزيما من معسكر منتخب فرنسا قبل بداية كأس العالم، سيما بعدما تبين فيما بعد أنه لم يكن مصابا كما أشيع. تساؤلات وغيرها تطرح نفسها بعد كل جائزة فردية حول المعايير المعتمدة وطرق الاختيار في الكواليس، ولكن الحقيقة الثابتة الآن أن ميسي أفضل لاعب في العالم. النجم الأرجنتيني الذي ظهر باهتا مشوشا في العام الأول مع باريس سان جيرمان، لكن سرعان ما استعاد قواه في الموسم الثاني وسلم لواقعه المحتوم، فعاد ليذكر الجميع أن ميسي هو ميسي في كل زمان ومكان. في رحلته إلى قطر مع تانجو أراد تدوين رقصته الأخيرة في الصفحات الأولى لتاريخ المونديال، وها هي الكرة التي رفضت إنصاف نجمها الأول طويلا تنصفه مجددا، وهذه المرة باستحقاق أكبر. الكأس التي تعنتت على البرغوث ولم تقبل عشقها. ميسي بطلا للعالم، بل يتربع على عرش اللعبة ولسان حاله يقول: أمط عنك تشبيهي بما وكأنه، فما أحد فوقي ولا أحد مثلي، وذرني وإياه وطرفي وذابلي، نكون واحدا يلقى الورى وانظرن فعلي. ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني. الآن سيخجل التاريخ إذا ذكر اسمه، لأنه ببساطة تجاوز هذا التاريخ ويوشك على غلق كتابه. سيء الحظ فقط من لم يقرأ هذا الكتاب، فقد تمتعوا بما صنعه هذا الساحر وتيقنوا أن مثيله لن يكون إلا إذا حدثت المعجزة. حكيم الزايري عن قناتكم كورة وبس. لم يعد حلما، بل حقيقة وهدفا منشود بعد انتظار دام لسنين وسنين. هي كرة القدم حين تنصف الصابرين والمثابرين، هي نظرة خاتم منهاج الجلد المدور ولو بعد حين.
أنام وما قلبي عن هذه القبلة بنائم، سهرت ليالي الألقاب زمنا وإني بهذه اللحظة لهائم، جلست على عرش المستديرة مجتهدا، ولولا هذا التتويج لبقيت العمر كله صائم. هي الكلمات المعبرات وما تعكسه نظرات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يعانق ذهب المونديال للمرة الأولى في تاريخه. الأرجنتين بطلة العالم للمرة الثالثة في التاريخ، النجمة الثالثة تزين قميص راقصي التانجو بعد نهائي هيتشكوكي كان أروع مسك ختام لبطولة استثنائية شهدت العديد من المفاجآت، زينتها أطباق كروية فريدة لا تيأسن وإن طال بك سعي إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالإرادة تفتح منها كل ما ارتتجا، قد يدرك المرء بعد اليأس حاجته وقد يبدل بعد القلة العددا. الحكومة التي لا تسقط وشمس مدريد التي لا تعرف المغيب، بطل الحكاية ومضمون الرواية، وعريس دوشاتلي الذي خرج من الظل ليقف ملكا متوجا على عرش الكرة الذهبية. ليس نيل المراد بالتمني ولكن بمواصلة الجد والاجتهاد. كريم كان داريا بتضاريس الألقاب التي اصطفت وراء اسمه، إلا أنه كان يصفق للجميع عندما يتعلق الأمر بالذهب الفردي. جاء الدور عليه اليوم ليقولها أنا ذا، كلمات معبرات ووصف يعجز عن إيفاء المراد. النجم الفرنسي الذي لعب دوما كما طلب منه على الوجه الأتم، فكان مثار الغضب لسنين، ظل صامدا في وجه الانتقادات وصافرات الاستهجان، صبر حتى لقبه أنصاره بالحكومة التي لا ترحل، بل الحكومة الوحيدة التي تسعد شعبها. واحدة من المرات القليلة التي تشعر فيها بأن طقوس التتويج والتشويق اللذان يسبقان إعلان مجلة فرانس فوتبول غير مهمان بالكاد. البطل معروف مسبقا وأمر الجائزة حسم سلفا، حالة فريدة لا يعيشها إلا أساطير اللعبة، حكاية ملهمة بمحطات متباينة وطموح جامح بأكتاف صلبة قل نظيرها، قصة استلهمت من أصوله الجزائرية فورث الصمود في وجه الداء ليكتب قصة مجده بدماء المثابرة عبر الزمن. مضمار الكرة الذهبية لم يترك فيه بنزيما زاوية إلا وكتب فيها عناوين التألق باللون الأبيض. متابعي قناة كوروبس الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لتقديم الأفضل والأروع في قادم المواعيد.